أهلا بكم من جديد. نفتح الآن ملف الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، مسابقة تتابعونها حصريا عبر قنوات بي إن سبورتس. يشهد ملعب الكامب نو مساء الثلاثاء قمة كبيرة بين برشلونة ويوفنتوس في إطار سعيهما لحجز المركز الأول من المجموعة السابعة. هذا ويترقب العالم بأسره هذا الموعد من خلال صدام منتظر على أرضية الميدان بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. مراسلنا أشرف بن عياد والتفاصيل في سياق هذا التقرير. أحيانا كان يجد برشلونة الدفء في الليغا عند تعثرات دوري أبطال أوروبا، والآن أصبحت الانتصارات القارية متنفسا للتحفز لما هو محلي، مع احترام عنصر مهم لهذه المقارنة. البارسا أوروبيا ما زال فقط في دور المجموعات. فريق كومان يستقبل اليوفي باحثا عن تأكيد صدارته في المجموعة وتغيير الصورة الأخيرة لمواجهة قادش التي عادت لكي تحمل فصلا آخر من الأخطاء الفادحة. المدرب الهولندي الغاضب أيضا من مواعيد مباريات البارسا وقلة الراحة تحدث بشكل واضح لغرفة الملابس. إذا تعرضت للهزيمة أكون غاضبا. هذا ما قلته للاعبين في اجتماعنا قبل حصتنا التدريبية، لأنه برأيي عند التواجد في برشلونة لا يمكن قبول أهداف كالتي تلقيناها في مباريات متعددة. في قمة الثلاثاء ستغيب حوافز وحسابات التأهل، وستحضر متعة وأرقام نجمين تاريخيين هما كريستيانو وميسي. آخر لقاء جمع بينهما كان تحديدا في ملعب الكامب نو عام 2018. سجل رونالدو وسجل ليو في ذلك الموعد كما جرت العادة لمدة سنوات وسنوات. ليس جيدا أن نقول من هو الأفضل، كلاهما لاعبان كبيران جدا. أنا معجب بكليهما. اليوفي يحل ضيفا على العاصمة الكتالونية منتعشا بالانتصار الأخير في الديربي أمام تورينو. هدفه تقديم مستويات أفضل من تلك التي تركها في مباراة الذهاب. هو موعد خاص لأرتور ميلو وميرالين بيانيتش، وربما حتى لمدافع تردد اسمه كثيرا في مكاتب الكامب نو هو ماتايس دي ليخت. فريق بيرلو لن يتنازل عن حظوظه بسهولة. علينا أن نؤمن بقدراتنا رغم علمنا بأنها ستكون مباراة صعبة. بالتأكيد سنعاني، لكننا ندرك أنه سيكون لدينا فرص لاستغلالها، وبعد ذلك ليس لدينا ما نخسره. لذا سنلعب المباراة بشكل مفتوح ونتذكر الأخطاء التي ارتكبناها في مباراة الذهاب. نحن هادئون ومتأكدون من أن أي شيء قد يحدث. انطلاقا من الآن 4 مباريات متتالية لبرشلونة في ملعب الكامب نو هي فرصة لكومان ونجومه من أجل بدء بناء عودة قوية ينتظرها الجمهور. أشرف بن عياد، بي إن سبورتس، برشلونة. انضم إلينا في هذه الأثناء مراسلنا أشرف بن عياد من برشلونة. أرحب بك معنا أشرف. لقاء برشلونة ويوفنتوس دائما ما يكون لقاء منتظر، فكيف إذا كان سيشهد لقاء ما بين ميسي ورونالدو؟ كيف تتحضر برشلونة وفريقها لعودة كريستيانو رونالدو؟
مرحبا بك أريج. الجميع يتحدث عن هذه القمة الكبيرة وعن هذا الصدام الذي استمتعنا به لمدة 15 سنة بين كريستيانو رونالدو وليو ميسي. يوفي وصل إلى العاصمة الكتالونية. أيضا الجماهير، بعض جماهير اليوفي كانت بانتظار كريستيانو رونالدو. الليغا خسرت كثيرا أريج عندما رحل النجم البرتغالي. كان يسجل مثلا الهاتريك أمام غرناطة، وبعد ذلك كان برشلونة يواجه ليفانتي والجميع يصوب أنظاره نحو النجم الأرجنتيني ليو ميسي. هل سيعادل إحصائية كريستيانو رونالدو سنوات من المنافسة في دوري واحد؟ كنا نضمن على الأقل مباراتين في الموسم في مباريات الكلاسيكو، وصلت في بعض الأحيان ل5 مباريات إن احتسبنا نهائي كأس ملك إسبانيا والذهاب والإياب في دوري أبطال أوروبا. لهذا كان من المنطقي جدا أن يتحدث رونالد كومان وأندريا بيرلو عن هذا الثنائي. الكثير من الإشادات اتجهت لكريس وليو. رفض المدربان الحديث عن موضوع من هو الأفضل، لأنها في نهاية الأمر أريج مباراة للاستمتاع بكريستيانو رونالدو وليو ميسي. للأسف في مباراة الذهاب منع فيروس كورونا النجم البرتغالي من المشاركة، لكن ملعب الكامب نو يتأهب لاحتضان هذه القمة الكبيرة وهذا الصدام المرتقب الذي لم يحتضنه منذ عام 2018 قبل رحيل كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى اليوفي. المباراة تتحدث عن نفسها، لكن الأنظار كلها ستصوب على هذين النجمين. علاقة جميلة تجمعهما رغم المنافسة التي شهدناها لسنوات. ونتذكر تصريحات كريستيانو رونالدو في جائزة أفضل لاعب في أوروبا عندما قال تجمعنا علاقة جيدة، لم تتح لنا الفرصة لتناول العشاء حتى الآن، لكن أنا من خلال بي إن سبورت أدعوهما لحفل عشاء بعد مباراة الغد. قمة كبيرة والجميع سعيد جدا بهذه المباراة الداخلية بين كريستيانو وميسي. أشرف، على صعيد حسم التأهل هي مباراة تحصيل حاصل، لكن مهمة لناحية الصدارة. كيف سيؤثر ذلك على حدية الصراع ما بين اللاعبين؟ كما تعلمين أريج، عندما يتعلق الأمر بأندية كبرشلونة، يوفنتوس، ريال مدريد، مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان، الانتصار يكون ضروريا للغاية. لا يمكن التفكير في التعادل أو حسابات كل فريق لوحده. الانتصار هو الطريق الوحيد بالنسبة للأندية العملاقة. وضعية كومان وضعية معقدة على المستوى المعنوي تحديدا، خصوصا بعد الخسارة الأخيرة أمام قادش. يبدو وكأن برشلونة الآن يستمتع أكثر في دوري أبطال أوروبا، وإن نتحدث لحد الآن عن دور المجموعات لم تبدأ الأدوار الصعبة التي يعاني فيها البارسا، لكن النتائج المحلية بعيد كل البعد عن النتائج التي كان يحققها البارسا خلال السنوات الماضية. سيطرة كانت محلية واضحة، الآن يعاني كثيرا من أجل اعتلاء المراكز في انتظار المباراتين المؤجلتين. بالنسبة لليوفي يأتي منتعشا بعد الانتصار في اللحظات الأخيرة على تورينو في مباراة الديربي. لهذا من الصعب جدا التكهن بالنتيجة. صحيح بأن برشلونة أقرب للمركز الأول، لكن عزيمة كريستيانو رونالدو، رغبته في التسجيل، رغبته في التألق من جديد في ملعب الكامب نو، كلها عناوين تصعب علينا موضوع التكهن بنتيجة محتملة. الشيء الواضح والمضمون هو أن المتابعين في بي إن سبورت سيستمتعون بقمة كبيرة بين البارسا واليوفي، بين ليو ميسي وكريستيانو. شكرا جزيلا لك مراسلنا أشرف بن عياد، كنت معنا مباشرة من برشلونة. شكرا. أما الآن فإلى سؤالنا لليوم، وهو كالتالي: من ترشح للفوز بالمواجهة الجديدة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ضمن دوري أبطال أوروبا؟ ننتظر تصويتكم على الحساب الرسمي لبي إن سبورتس الإخبارية في تويتر، وبإمكانكم أيضا أن تشاركون آراءكم من خلال تعليقاتكم على صفحة التصويت. يستقبل باريس سان جيرمان ضيفه اسطنبول باشاكشهير بهدف الفوز فقط، رغم أن التعادل يكفيه للتأهل للدور المقبل من دوري أبطال أوروبا، ورغم أن المنافس هو الفريق الوحيد في المجموعة الثامنة الذي لم يعد يملك فرصة في التأهل. فقد شدد الألماني توماس توخيل مدرب النادي الفرنسي على خوض اللقاء بكل جدية. التفاصيل في تقرير مراسلنا ناصر موسعي.
بالنسبة للمدرب توماس توخل فإن لقاء فريقه البي اس جي بنظيره التركي باشاك شهير هذا الثلاثاء هو النهائي الثالث على التوالي بالنسبة للنادي الباريسي بعد مواجهتيه أمام لايبزيتش ومانشستر يونايتد، وعليه فهو يحذر لاعبيه من التراخي أو احتقار منافسهم، فالمباراة تدخل ضمن دوري الأبطال والفوز فيها ضروري. نحن مطالبون بالجدية القصوى بتركيز كبير أمام باشاك شهير. إنه فريق يلعب في دوري الأبطال وهو بطل تركيا، وفي دوري الأبطال ليس هناك مباريات سهلة. مواجهة الناديين الباريسي وضيفه التركي هي لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في الشامبيونز ليغ، وفيها لا يحتاج رفاق كيليان مبابي إلا للتعادل لضمان التأهل إلى الدور الثمن النهائي من البطولة الأغلى في أوروبا. أما الفوز فيها فسيسمح لباريس سان جيرمان بتصدر مجموعته ويستفيد بالتالي من أفضلية لعب لقاء إياب الدور الثمن النهائي على ملعبه. مباريات الدور ثمن النهائي لها شكل آخر، إنها مباريات صعبة سواء بالنسبة للأول أو الثاني. أما الأهم الآن فهو أن نقدم ما لدينا وأن نستغل إمكانياتنا ونحافظ على تركيزنا في هذا اللقاء. توخل يدرك جيدا أن الضيف التركي ليس سهل المنال، خاصة بعد الوجه الجيد الذي أظهره في الجولة الماضية أمام لايبزيتش ورغم هزيمته في الوقت بدل الضائع، كما أن فريق باشاك شهير ليس لديه ما يخسره، فحلمه الأوروبي سيتوقف بانتهاء لقائه مع البي اس جي حتى في حالة فوزها، ولا أمل له حتى في لعب أوروبا ليج، ولذلك فهو سيخوض المباراة من دون أي ضغط وبرغبة تحقيق فوز ثان على الأقل في 6 مباريات. أما الجديد بالنسبة للبي اس جي في هذا اللقاء القاري فهو إمكانية مشاركة لاعب وسطه دراكسلر بعد تعافيه من الإصابة، فيما يستمر غياب الثلاثي ماورو إيكاردي وبابلو سارابيا وخوان بيرنات. ينضم الينا بهذه الاثناء عزيز بنيج محلل قنوات بين سبورتس. اهلا بك معنا كابتن. نتحدث عن هذه المجموعه، حسابات معقده فيها 3 فرق تملك امكانيه التاهل. نبدا بباريس سان جيرمان، لقاء امام الفريق التركي، صحيح هو متذيل المجموعه لكنه الفريق الذي لا يملك ضغط لانه فعليا خارج حسابات التاهل. عريش صحيح في الجوله الخامسه كانت معقده. لماذا؟ لان باريس سان جيرمان كانت يتنقل الى مباراة قوية جدا أمام مانشستر يونايتد، وكان أيضا لايبزيج يتنقل إلى باشاكشهير. صحيح أن باشاكشهير حاول أمام لايبزيج أنه يقدم مباراة كبيرة وقدم مباراة رائعة جدا ولم يهزم إلا في الثواني الأخيرة من المباراة. باريس سان جيرمان حقق المعجزة، وهنا قلب كل الموازين، قلب موازين هذه المجموعة من أوتسايدر أصبح الآن هو المرشح الأول لأن الأمور بيده. باريس سان جيرمان يكفي التعادل، لكن هل يرضى باريس سان جيرمان يلعب التعادل؟ لا. باريس سان جيرمان بما شفناه أمام مانشستر يونايتد بالشخصية، بالمهارات العالية الفردية والجماعية، بنيمار، بمبابي، بماركينوس قائد الدفاع، أظن بنا باريس سان جيرمان يلعب للفوز، وباريس سان جيرمان يدخل للفوز في هذه المباراة تحسبا من أي مفاجأة ممكن أن تأتي من باشاكشهير، لأن باشاكشهير فريق يحترم جدا ولديه لاعب رائع جدا وهو صانع العاب قهوجي اللي سجل 3 أهداف ومنهم هدف رائع جدا من كرة ثابتة أمام لايبزيج. لذلك فأظن بأن باريس سان جيرمان سوف يلعب للفوز، ولديه الإمكانيات ولديه الشخصية ولديه القوة أيضا الذهنية للفوز بالمباراة أمام باشاكشهير. هذا ما أوضحه توخل ربما بالحديث عن أنه سيدخل هذه المباراة بجدية بعد نتيجة الجولة الماضية على صعيد الدوري المحلي أو حتى بدوري الأبطال. وضعية باريس سان جيرمان تبقى مرتاحة بهذا اللقاء. صحيح مرتاحة، ولكن كما قال توخل لازم أن اللاعبين يلعبون بجدية، واللعب بجدية هو اللعب للفوز، الحفاظ على المنظومة الدفاعية. أظن بأن ما قدمه باريس سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد في نظري من أقوى المباريات. لماذا؟ لأنه
دافع بطريقه رائعه جدا. كانت هناك هجمات لمانشستر يونايتد، لكن تماسك الدفاع والمنظومه الدفاعيه مانشستر لباريس سان جيرمان تدفعني لاقول بان باريس سان جيرمان جاهز هذا الموسم للذهاب بعيد، لانه لم يكن احد ينتظر بعد البدايه الصعبه انه يعود بهذه القوه وينتزع فوز من فم الاسد. ستبقى معنا كابتن، سنعود إليك. مشاهدينا، في موقعة على صفيح ساخن يحل مانشستر يونايتد ضيفا على لايبزيج في مباراة يعي فيها كلا الطرفين أن أحدهما سيودع البطولة بعدها على الأرجح، في ظل احتمالات خروج منافسهما باريس سان جيرمان بتعادل على الأقل من المواجهة التي يستضيف فيها بشاك شهير التركي. المزيد في تقرير مراسلنا ضياء الفاتح. مرة أخرى يرزح فريق لايبزيج تحت عامل الضغط ليكون المخرج الوحيد أمامه هو الفوز الأكيد إذا ما أراد المضي قدما والتأهل إلى ثمن نهائي دوري. بأنها ستكون مباراة مثيرة جدا، فهي مهمة أيضا لمانشستر يونايتد، والفائز فيها سيتأهل إلى المرحلة المقبلة من البطولة، لذلك لن يكون الفوز فيها سهلا، بل هي مهمة معقدة لكلا الفريقين، ولكننا سنبذل قصارى جهدنا للفوز بها. ويصارع فريق لايبزيج من أجل التأهل إلى ثمن النهائي في مجموعة صعبة اشتعل فيها صراع المنافسة بينه وباريس سان جيرمان ومان يونايتد، إذ يتساوى الجميع في النقاط بواقع 9 نقاط، لكن مان يونايتد يتصدر بفارق الأهداف ويحل باريس سان جيرمان ثانيا. فهل سيتمكن لايبزيج من تناسي هزيمة الذهاب الثقيلة أمام الإنجليز ب5 أهداف نظيفة وإحراج مانشستر يونايتد الذي يحاول الاستفاقة من صدمة الخسارة أمام PSG؟ مباريات خروج المغلوب أو مثل هذه التي تنتظرنا حيث سنتأهل عنها للدور المقبل أو لا تكتسي بأهمية كبيرة، ولاعبون في مانشستر يونايتد لأنهم يملكون قدرات بحثنا عنها، وأنا متأكد من أنهم سيثبتون في هذه المباراة. لماذا؟ رجال نجلسمان في إنجلترا ربما تعلموا من درس الهزيمة شيئا، الدرس الذي يمكن أن ينقذهم ضد المان يونايتد ويعزز آمالهم من جديد. ضياء الفاتح، بي إن سبورتس، من أمام ريد بول أرينا، لايبزيج. نعود إلى كابتن عزيز بنيج. كابتن، لهذا المباراة الفوز مهم، نقاط مهمة جدا، كيف ستنعكس هذه الحسابات وكيف ستترجم بلقاء القمة بهذه الجولة؟ صحيح، سمعنا التقرير، اتفق مع ضياء الفتح عندما يقول بأن مباراة رد الاعتبار، عنده أيضا عقلية رائعة جدا، قادر على الفوز على الفرق أيضا الإنجليزية، كما قلت الموسم الماضي فايز على توتنهام مورينيو بنجومه، لكن نظن بأن مانشستر يونايتد باللاعبين الموجودين أيضا، نتكلم عن مارسيال، بوجبا، راشفورد، جرينوود، كل هذه اللاعبين لديهم أيضا القدرة على الفوز في لايبزيج. لذلك فالمباراة 50-50، مباراة سوف تكون مفتوحة، مباراة يعني لازم أنه لايبزيج أن يفوز وأن يونايتد يحتاج فقط إلى التعادل. لذلك فأظن بأن من يبحث على الفوز دون أن يترك المساحات وهو لايبزيج، ومن يلعب للتعادل دون أن يبالغ في الدفاع، لأن إذا بالغ في الدفاع ممكن يتسجل عليه هدف في آخر اللحظات ويخرج من المسابقة. لذلك فخير الدفاع هو الهجوم بالنسبة لمانشستر يونايتد، ولايبزيج يلعب أيضا حظوظه إذا كان متماسكا دفاعيا وحاول أنه يفوز، فهذا ممكن أنه يكون في صالح أيضا أنه يفوز في المباراة. لذلك فالمباراة أظن بين 50-50. سنواصل الحديث أكيد معك كابتن عن لقاءات هذه الجولة. كذلك يسعى بروسيا دورتموند إلى تأكيد صدارته للمجموعة السادسة عندما ينزل ضيفا على زينت الروسي في الجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا. الفريق الألماني الذي ضامن تأهله إلى دور 16 يحتاج إلى الفوز ليحسم صدارة المجموعة دون انتظار نتيجة المباراة الثانية بين لاتسيو وكلوب بروج. دورتموند الذي يمتلك 10 نقاط في صدارة المجموعة تبدو مهمته سهلة لخطف النقاط الثلاث أمام زينت الذي يتذيل ترتيب المجموعة بنقطة واحدة من 4 خسارات وتعادل وحيد.
وفي مواجهة رهانها البطاقة الثانية عن المجموعة السادسة يستقبل لاتسيو فريق كلوب روج البلجيكي في ملعب الأولمبيكو في العاصمة من جديد نعود إلى كابتن عزيز للحديث عن لقاءات هذه المجموعة. دورتموند للصدارة، لاتسيو وكلوب روج للتأهل، كيف ترى الأمور بهذه المجموعة؟ أظن بأن دورتموند قادر على الاحتفاظ بمرتبته الأولى، لأنه سوف يواجه زينيت سانت بيترسبورغ، ونعرف أن زينيت لم يحصل على أي فوز في هذه المجموعة، ودورتموند يسير في الطريق الصحيح.